ازيكم عاملين ايه؟ معاكم سهام. تعالوا كده على السريع، الناس اللي لسه جايه جديد امريكا، تعالوا اعرفكم بنعمل ايه في الصيدليات لو عندنا دواء. انا دلوقتي في الدرايف ثرو، لو هتجيبوه من بره بتقفوا في الدرايف ثرو زي كده، بيبقى فيه عربية بالشكل ده. الناحية اللي هناك دي بتبقى جنب الشباك، وفي عربية هنا بتبقى جنب العمود ده. العمود ده بيبقى فيه شاشة وبيبقى فيه تليفون تقدروا تتكلموا منه، في مايك وكل حاجة. بيجيلكوا الأدوية عن طريق الأنبوبة ديت. لو انتوا مش يعني عندكم انشورنس وكده، بتعملوا بتدوهم الانشورنس، كده كده انتوا عاطينهم البيانات بتاعه الانشورنس بتاعكم التأمين، فهم بيدولكوا الأدوية ويخصموا تمن الانشورنس. يعني ممكن تاخدوه فري او تدفعوا فلوس بسيطة. لو انتوا ما عندكوش انشورنس بتدفعوا بقى بفلوسكم العادية. بصوا بقى، انتوا اول ما بتيجوا بتقولهم بيك اب، عايزه بيك اب، يعني جاي اخد الدواء بتاعي. هيقولوا لكم بس سؤالين، الفيرست نيم واللاست نيم، يعني اسمكم، وكمان هيقولوا لكم البيرث داي بتاعكم، يعني تاريخ الميلاد. انا اول مره ما جيت امريكا ما كنتش، يعني كنت قلقانه من الحاجات اللي زي كده، بس جوزي بصراحه هو اللي كان بيدفعني، يقول لي انت هتقولي كذا وكذا، ما فيش كلام تاني زياده عن كده، فما تخافيش روحي وكده. فالناس اللي بتخاف من الحاجات اللي زي كده، يعني نسهل على بعضنا الدنيا، هو الموضوع مش مستاهل فعلا. انا كنت قلقانه في الاول وخايفه من الحاجات اللي زي كده، بس الحمد لله طلع مش مستاهل، يعني كان حاجه بسيطه. بس بيسالونا السؤالين اللي قلت لكم عليهم دول وخلاص. بس بتقفوا في الطابور زي ما انا واقفه كده وخلاص. طبعا انا واقفه مستنيه دوري في الطابور زي ما انتوا شايفين كده. هي لسه العربيه اللي قدامي ما خلصتش. انا بعد ما هتخلص هروح هناك هقول لها بيك اب فور سهام، هتقول لي الاسم الفيرست نيم ولاست نيم، هقول لها لان هم هنا بيعملوا سيرش عن طريق اللاست نيم، وهقول لها على تاريخ الميلاد وكده. هي بقى تقول لي ليكي ادويه جاهزه كذا وكذا. ممكن كمان لو انتوا الدواء في نفس اليوم، يعني انتوا كشفتوا عايزين تشوفوا الدواء، بتيجوا تقولوا لهم عشان يحضروه. في اوقات لازم يحضروا الدواء وبعد كده تيجوا يقول لكم بعد ساعه تعالوا، فبتقولهم بعد ساعه تاخدوا الدواء. لو هو جاهز وسريع خلاص، لو مش جاهز او هم هتيجوا تاني يوم هم هيقولوا لكم ان هو ريدي وتاخدوه. بس انا كده رايحه لها، بس مستنيه العربيه اللي قدامي تخلص. وهنشوف بقى، هوريكم الخطوه اللي بعد كده. بصوا، هي دلوقتي بتكلم الناس اللي قبليه، بتكلمهم عن طريق السماعه زي ما انتم سامعين كده. طبعا انا لسه مستنيه برضو في اللاين. انا كده وقفت خلاص في الطابور، بس هي بتكلم حد تاني في الناحيه التانيه. اوكي. هي دلوقتي بتقولي دقيقه وتكون معايا، فهوريكم الدنيا اللي هتبقى ظاهره على الشاشه. بصوا، دي الانبوبه اللي بقول لكم عليها. بتدوسوا لو انتوا عايزين تكلموهم، بتدوسوا على كلمه كول وتكلموهم عن طريق السماعه دي. وكمان بتاخدوا الانبوبه دي بتطلعوها تحطوا فيها الكارت بتاعكم لو تدفعوا فلوس، وهم كمان بيحطوا لكم فيها الدواء. عشان تبعتوها بتدوسوا على كلمه سنت. الشاشه دي بيظهر لكم عليها. هي اتكلمت معايا خلاص وهتبعت لي الدواء. قلت لها الفيرست نيم بتاعي واللاست نيم بتاعي، وقلت لها تاريخ الميلاد. هي دلوقتي قالت لي ان هو ريدي، فهي هتبعته لي عن طريق الانبوبه دي. بس هشوف لو في فلوس هتدفع ولا لا. بصوا، انا كده مستنيه الدواء. هي لسه بتحضرهولي، في نوع ما كانش جاهز هي بتحضرهولي، وبعد كده هنشوف. بصوا، هحط لها الكريدت هنا، بنفتحه كده نحط الكريدت، بعد كده بندخله هنا، بندوس على كلمة سند. كده هو هيوصلها هناك، وبعد كده هي هتبعت لي الكريدت وتبعت لي الدواء عن طريق نفس الانبوبة. زي ما قلت لكم الموضوع سهل جدا، ما يقلقش خالص وما يخوفش خالص. يعني الخطوات زي ما شفتوها ما فيهاش اي حاجه خالص، فيرست نيم لاست نيم والبيرث داي وخلاص. انا بعتلها زي ما شفتوا الانبوبه ديت. هي برضو هتحط لي الدواء في نفس الانبوبه وتبعتها لي برضو على نفس الشكل زي ما هتشوفوا. وهنفتحها كده مع بعض، هناخد الدواء وهناخد الكريدت وخلاص ونمشي.
لو بقى عايزين تجيبوهم من جوه الستور نفسه بتدخلوا برضو على الفارماسي تقولوا لهم بيك اب، هتقول لكم برضو نفس المعلومات، هتستنوا وتديكوا الادويه وخلاص وتمشوا. لان في ناس بعتت لي ان هي قلقانه من الحاجات اللي زي كده وعايزه يعني خبراتنا في الحاجات اللي زي كده. اوكي thank you so much. اوكي thank you so much. فانا كده خلاص هاخد الدواء. بصوا ده بيحطوه بالشكل ده وبيحطوا لنا الاسم والكلام ده كله عليه، وادي الكريدت بتاعي وادي الريسيت. كده اخدنا الادويه بتاعتنا بصوا وخدنا الكريدت، كده خلصنا. زي ما قلت لكم الموضوع سهل وبسيط، ما فيهوش اي حاجه خالص. لو الدواء مش جاهز هي هتقول لكم ان هو مش جاهز، فممكن تعدوا عليها بعد ساعه هي هتقول لكم. لو الدواء جاهز هتاخدوه بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. فالدنيا سهله قوي، ما تقلقوش من حاجه. انا بحاول على قد ما اقدر لما بتجيني فكره اي فيديو كده سريع عشان افيد بيها الناس، يعني افيدكم بيها خصوصا للناس اللي جايه جديد. بحاول ان انا اعملها لكم كده على السريع. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو محتاجين اي حاجه في اي وقت ابعتولي واكيد انا هرد عليكم كالعاده بتاعتي. واتمنى تكونوا فعلا بتستفيدوا من الفيديوهات اللي انا بعملها. وبتمنى كمان ان انتوا تشجعوني بكومنتاتكم الحلوه وبلايكاتكم الحلوه. يلا باي باي.